لو الحكاية فيها إن كلمنا يا شيخنا عن اعتراضك على النقاب وايه رايك في الحمله اللي كانت منذ يومين لا للنقاب. ايه رايك؟ النقاب جريمة قرآنية. الله سبحانه وتعالى نهى في القرآن عن تغطية وجه المرأة، وهو عادة يهودية تنتهجها طائفة يهودية اسمها طائفة الحريدة موجودة في إسرائيل. جاء إلينا بعد انتشار الدين الوهابي ودخوله إلى مصر عبر سفر المصريين إلى العمل هناك، فجاءوا بهذه الثقافة المنحرفة. الله سبحانه وتعالى قال للنبي في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بما يعرف الإنسان، يعرف الإنسان من وجهه. فالقرآن هنا أمر المرأة ألا تخفي وجهها، ولذلك أنا سعيت منذ فترة لإصدار قانون، طلبت الرئيس السيسي بإصدار قانون بتجريم النقاب قبل أن يتشكل البرلمان، والآن أطالب البرلمان المصري بإصدار قانون بمنع النقاب في كل مؤسسات الدولة، وأنا أؤيد وأدعم حملة لا للنقاب، وأنا عضو متطوع فيها. هل انت شايف ان منع النقاب هو من الممكن ان يمنع الجريمه؟ لا طبعا، لا بس هو خطوة في الطريق الصحيح نحو استعادة المرأة المصرية لدورها. المرأة ليست شيء مخفي عشان تداري نفسها. ليه؟ هي إنسان كامل. على الرجل هو أن يمسك شهوته، وفي منقبات ما ارتكبوش جرائم، ولكن النقاب في حد ذاته إخفائهم لوجههم باب للجريمة. نحن نحصن المجتمع قبل أن تقع الجرائم، ولكن احنا شفنا محمد بديع وهو داخل رابعة كان داخل بالنقاب، شفنا غيره وهو داخل في سينا وهم لابسين النقاب. ولكن برضو بنشوف على الوجه الآخر ناس بتلبس لبس شرطة، يبقى معنى ذلك ان احنا نمنع لبس الشرطة؟ لا انا ما قلتش منعه بسبب انه عشان الجريمة فقط، منعه لانه ليس له علاقة بالاسلام، هو ضد الاسلام وعادة يهودية ونحن مجتمع مسلم، فلماذا نستورد عادات اليهود ونطبقها في المجتمع المسلم؟ والسؤال هو لماذا حينما كسر النقاب والحجاب زادت نسبة التحرش والاغتصاب في مصر؟ قبل أن ترتدي المرأة المصرية الخرقة على شعرها اللي هي الطرحة وترتدي النقاب ما كانش في تحرش ولا اغتصاب في مصر. يعني ليس هناك آية من القرآن تجود بالنقاب أو تعظم الآية القرآنية منعت النقاب، قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا يعني يكشف وجههم حتى يعرفوا. فمنين جابوا الدليل؟ عايزين دليل من القرآن.